هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتم قاعدين تشاهدون هذا الفيديو. حبايبي قبل ما نبلش بالمقطع حطوا لايك واشتركوا بالقناة وصلوا على الحبيب محمد وآل محمد. طبعا يا جماعة اكيد شفتم من الصورة المصغرة وعنوان الفيديو انه يعني ما راح نحكي انه فضيحة ام امير وام امير خلعت الحجاب وام امير سوت العمايل. طبعا يا جماعة أنا بآخر مقطع نزلته وحطيت عنوان المقطع والصورة المصغرة فضيحة أم أمير خلعت الحجاب. طبعا يا جماعة التعليقات السلبية يعني كمية غير محدودة. يا جماعة اليوم أنا ما خصني، اليوم أنا مثلي مثل أي شخص. اليوم شخص نشر هذا المقطع، جيت أنا نشرته، إجا واحد ثاني نشر المقطع. ليش الناس صارت تهاجمني إنه أنا الشخص الوحيد اللي نشرت فضيحة أم أمير واللي أنا اللي سويت العمايل؟ يعني طبعا اللي شاف المقطع راح يشوف هذا المقطع، واللي ما شافه يا جماعة يروح يفوت على صفحتي ويشوف الفيديو اللي ناشره قبل هذا المقطع، فضيحة أم أمير خلعت الحجاب. الناس صارت تهاجمني إلي، صارت العالم يعني تتعوذ الشيطان مني، صارت العالم تحطها بعرضي، صارت العالم تنتقم مني. طب اليوم أنا يا جماعة مثلي مثل أي شخص نشر هذا المقطع، مثلي مثل أي شخص طلع على السوشيال ميديا وفضح أم أمير. طبعا اليوم يا جماعة أنا مش بنية إنه دور مشاهدات أو دور. اليوم يا جماعة يعني صاحبتها لأم أمير راحت وتركت تليفونها أم أمير يعني مفتوح، وراحت صاحبتها وصارت تنشر يا جماعة مقاطعها وصارت تنشر صورها. طيب اليوم أنا شو ذنبي؟ اليوم لازم أم أمير تروح ترفع دعوة أو ترفع قضية أو تسوي أي شيء ضد صاحبتها مش أنا. صارت العالم كلها تهاجمني انه انا الشخص الوحيد اللي فضحت ام امير، اللي انا سحبت مقاطع ام امير وفضحتها، انا سحبت صورها ونشرتها. يا جماعه في حسابات على السوشيال ميديا وعلى التيك توك بالاخص كثير وهميه وفاتحين الصفحات الجديده يا جماعه وحاطين صور ام امير وبلا حجاب. انا شو ذنبي تهاجموني الي؟ يعني فوتوا على الصفحات يا جماعه وهاجموا العالم. ليش انا صرتوا تهاجموني الوحيد؟ يعني أنا مش أول شخص ولا آخر شخص يساوي هاي المقطع أو يعني عادي يا جماعة ما بيها شيء. ليش صرتوا تهاجموني؟ ليش صرتوا بدكم تنتقموا مني؟ ليش صرتوا بدكم تدعوا علي وتحطوها بعرضي؟ اليوم أنا شو سويت يا جماعة؟ ما سويت شيء غلط. شو نشرت مقاطع لأم أمير بلا حجاب؟ إيه عادي، حرية شخصية. ليش قاعدين تنتقموا مني أنا وقاعدين تدعون علي أنا؟ يعني مثل أي شخص نشر صور أم أمير ونشر فيديوهات لأم أمير، لاني أقدم ولا أأخر، عادي يا جماعة. فالله يرضى عليكم اللي قاعدين يكتبوا بالكومنتات، يعني بس المهم يكتب كومنت والمهم يزيد كومنت وكيف ما كان يعني احسبها قبل ما تكتب الكومنت. يعني ليش بدك تنتقم مني؟ يعني ليش بدك تدعي علي أنا؟ يعني كثير ناس طلعت وحكت على سيرة أم أمير وأم أمير بلا حجاب وقاعدين يسوون حسابات وهمية لأم أمير. أنا شو ذنبي يا جماعة؟